اهلا بيكم من جديد. قبل ما نبدا فيلمنا النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي وتعالوا بينا نبدا فيلم النهارده اللي بيبدا في مدينه نيوزيلندا مع بنت اسمها ايمي اللي بتكون في رحله بالعربيه هي وامها، وبيكون باين عليهم الفرحه والسعاده جدا وبيكونوا مقربين لبعض جدا، وبتكون ليله ممطره والرؤيه بالعربيه شبه مشوشه، وفي لحظه بتتقلب العربيه بسبب ان امها مش بتلاحظ الطريق وان بيكون في عربيه قدامها، وبتتقلب العربيه بسبب اصطدامها في الطريق وبيعملوا حادثه كبيره، وبعدها بتوصل للاسعاف وبتنقلهم على المستشفى. ولما بتفوق ايمي بتلاقي الشخص قاعد قدامها وبيقول لها انه ابوها وانه جه من كندا لما عرف بالحادثه، وبيكون متاثر جدا وباين عليه الحزن، وبتقول له ايمي انها مش فاكراه وبيستغرب وبتساله على امها لما بيقول لها انه كان عايش هو وامها في كندا، لكن للاسف بيرد ابوها عليها وبيقول ان امها توفت في الحادثه، وبتكون ايمي مش فاكره اي حاجه عن حياتها قبل الحادثه، فعلشان كده بياخدها ابوها وبيرجعوا بيتهم في كندا، وبنعرف ان ابوها مخترع وحداد واختراعاته كلها من الحديد، وبيكون البيت مش مترتب وفيه ادوات كتير وكراتين، فبيقول لها ابوها انه هيرتب كل حاجه بكره وانهم هيكونوا احسن، فبتقول له ايمي انها تعبانه ومحتاجه تنام شويه، وفعلا بيسيبها ابوها وبيتمنى لها نوم مريح وبيطلع من اوضتها. وتاني يوم بتصحى ايمي وبتشوف ابوها بيجرب آلة شبه الطياره لكنها بتطير بحركته هو، وعلشان بيحرك رجله بيفضل يرفع فيها لحد ما بيطلع، وفعلا بيطير وبيكون مرتفع لمكان عالي بالنسبه لطياره يدويه، فعلشان كده بيكون منبهر جدا بالارتفاع اللي وصل له، وبعدها بيرجع تاني على الارض وهو فرحان، وبتستعجب ايمي عن سبب فرحته الكبيره دي وبتسيبه وبتدخل اوضتها، وبتروح له بعدها المكان الحداده بتاعه، وبيلاحظ ابوها وجودها فبيسالها عن رايها في التماثيل اللي عاملها لها من الحديد، وبيقول لها ان هو رايح متحف مونتريال، فبتقول له ايمي انه محتاج لحية علشان يبقى شبهه، وبيقول لها ان هو بيحب يصنع الحاجات دي جدا، فبيقول لها ابوها انه الفترة اللي جاية هيكون مشغول جدا وانه اتأخر ولازم يسلم الحاجات دي، وانه بسبب كده هيفضل في الورشة بتاعته كتير، فبتقول له انها مش صغيرة ومش محتاجة انه يفضل جنبها على طول، وبتروح تتمشى في المكان اللي فيه شوية، فبتلاقي مرجحة قديمة فبتجربها وبتلاحظ وجود آلة كبيرة جدا، فبتروح عندها وبتفضل تبص عليها، ولما بيرجعوا البيت بتدوس على آلة وبتتفاجئ لما بتلاقيها بتفتح في وشها، وبتعرف من ابوها انه مجرد مبرد وانه اخد عليه جايزه كاختراع من الجمعيه الكنديه للمخترعين، وبيبدا ابوها يجهز لها الاكل، فبتساله على الاله اللي في الحظيره بتاعته اللي بتكون عباره عن سفينه فضاء، فبيقول لها ابوها ان اسمها عربه القمر وبناها هو لما كانوا في فصل الشتاء، وده السبب في ان امها تمشي معاها بسبب انها افتكرته مجنون لان وقتها ما كانش معاه فلوس وكمان كانت ايده مكسوره، فمش من الطبيعي انه يعمل سفينه فضاء في وقت وظروف زي دي، لكنه بيقول لها انه ما قدرش يبطل تفكير في رحله القمر كلها، ولما بتساله ايمي عن سبب بناء المركبة من الأساس بيرد وبيقول لها إنه السفينة الأصلية دلوقتي أكيد على القمر فلازم يكون ليها بديل هنا على الأرض، فبتجريه إيمي في الكلام وبتقول إن أكيد لازم كل اللي في البيت يكون في عربة القمر، فبيتغير أبوها وبيقول لها إن هو في ناس عرضوا عليه فلوس كتير مقابل إنه يبيعها، وبتتفاجئ إيمي بدخول واحدة من الباب وبتكون عارفة إيمي وبتقول لها إنها سمعت عنها كتير، فبيعرفها عليها أبوها وبيقول لها إن اسمها سوزان وهي صاحبته، وبتكون سوزان جايبة لها هدية ترحيب بيها، فبتسألها إيمي لو كانت هي عايشة مع أبوها، فبتتوتر سوزان وبتقول لها ساعات بتقعد هنا، فبتستأذن منها وبتمشي بعد ما بتكون اخدت منها الهدية، وبيكون باين انها اتضايقت، وبيحاول ابو ايمي يشرح لسوزان طباع بنته وبيقول لها ان المقابلة كانت معقدة اكتر وان ايمي كانت متعودة تسافر مع امها كتير وكانت مشتركة في نادي طوكيو، وبعدها باسبوع راحوا للندن، ولما بتفتح ايمي الصندوق اللي في اوضتها بتشوف صور ليها مع امها وبتبدأ تفتكر حياتها وهي بتلعبها وبتزعل جدا على فراقها، وبتلاقي ابوها صاحي من النوم بيصوت وبيزعق بسبب العمال اللي بيشيلوا الاشجار من الغابة، وبيسبب ده موت مجموعة من الطيور، وبتخاف وبتستغرب ايمي من ابوها بسبب صوته العالي في العمال اللي بيقول لهم انهم كده بيبهدلوا المكان وانه هيقاضيهم، ولسه ما حصلش تصويت ولا وافقوا على القرار، وبعدها بيروح ابوها علشان يعتذر لها عن صوتها وخوفها منه بسبب الصوت العالي ده، وبيقول لها ان هم هيخربوا مكانهم وهيبنوا مباني جديدة مكان الاشجار دي، وبتقول ايمي انها مش مهتمة ومش مهم عندها الكلام ده، وبتكون زعلانة جدا وبتقول انها مش هترجع مدرستها تاني وانها بتفضل تموت والا انها ترجع لها، وبتشوف ايمي وهي قاعدة العمال اللي بيقطعوا الشجر وبتاخد بالها من وجود مجموعة من البيض اللي بيتحرك، فبتروح الحظيرة وبتجيب لبس صوف من هناك وبيكون في شنطة لشيل الأطفال، فبتاخد ايمي البيض وبتشيله في الشنطة والهدوم دي كلها وبتدفيه في الحظيرة وبتحط في الدرج اللي فيه البيض مصدر إضاءة، وتاني يوم بتنزل وبتتفاجئ بشخص غريب في البيت وبيكون عارفها وبنعرف إنه يبقى عمها، وبيقول لها أبوها إن باص المدرسة جه ولازم تروح علشان تدرس وإن ده مكانها، وفعلا بتضطر تروح للمدرسة، وفي الوقت ده بيكون البيض اللي شايلاه بيتحرك وبيبدأ يتكسر، وبترجع ايمي من المدرسة وبيقول ابوها انها تقعد في البيت مع عمها وانه هيروح لاجتماع مع سوزان، وبتستغل انشغال عمها وبتشوف البيض اللي بيكون عبارة عن بط صغير وبتتفاجئ بيه جدا، وعند ابو ايمي في الاجتماع بيتناقشوا في موضوع الاراضي، ولما بيرجعوا البيت بيشوفوا عم ايمي نايم قدام التلفزيون وكمان مش بيكون عارف فين ايمي، وبيدوروا عليها وبيشوفوها نايمة جنب
البط الصغير وبيغطيها ابوها وبيسيبها، فبتصحى مخضوضه وبيقول لها ان هو ممكن يحتفظوا بيهم عادي، وبتقضي يومها بين المدرسه وانها تاخد بالها من البط، وبتكون مسؤولية البط على أبو إيمي في غيابها. فبيروح لمسؤول وبيسأله على البط وكده، فبيقول له إن البط بيتعلم كل حاجة من أمه، زي إنه إزاي ياكل ويشرب ويطير ويهاجر. فبيسأله أبو إيمي عن وقت هجرته، فبيقول له إنه في فصل الخريف، ولكن مع غياب أهلهم مش بيعرفوا يروحوا فين ولا بيعرفوا وجهتهم هتبقى فين وهم طايرين، ودي بتكون آخر عش ليهم بسبب موتهم وهجرتهم كلهم بسبب الأشجار. وبتعلمهم قيمة الجري وبتلعب معاهم، وبيقول المسؤول إنهم لازم يقيدوا البط ويمنعوهم من إنهم يطيروا علشان ما يحصل لهمش حاجة، وده تبع اللي مرسوم من الحكومة. ولأن ده بط منزلي فبيمسك جناح بطة وبيكون هيقصها، فبتضربه إيمي وبيطردوا أبوها من البيت. وبيقول المسؤول واللي بيكون شغال تبع الحكومة بإنه هيصادرهم لو طاروا. وبتقعد إيمي وهم في الحمام، وبتحاول سوزان تقرب منها وبتوعدها إنها مش هتسمح لحاجة وحشة تقرب من البط بتاعها. وبيدرس أبو إيمي وعمها سرعة طيران البط، وبيقول إنها بطيئة جدا، وبيعمل تعديلات على الطيارة وبيحط لها محرك وبيبدأ الطيران بيها، لكنه بيفشل إنه يطير لمسافة كبيرة، وبيكون بسبب صغر حجم المحرك. وفعلا بعدها بيركبوا محرك اكبر علشان يجربوها تاني، لكن بتفشل برضه ومش بتكمل. وبتسمي ايمي البط هي وعمها، وبتكون فرحانه بيهم جدا، وبيغيروا نظام الطياره على امل انها تطير اكتر، وبيبدا يشغلها ابوها ويرتفع بيها وبتنجح. فبيقول لها ابوها ان البط بيمشي وراها في كل حته، فهو متوقع انهم هيطيروا ورا طيارته زي ما بيمشوا وراها، لكن ايمي مش بتكون مقتنعه بكده ابدا. فبيحاول ابوها يقنعها، وبيقول لها ان بمساعدتها واقتناعها ممكن يطيروا فعلا، لانهم طيور مهاجره واكيد هيهاجروا في يوم. فبتوافق، وبيحاول ابوها انه يجذب البط ليه، لكنهم مش بيمشوا وراه ابدا. فبتساعده امي وبتخليهم يمشوا وراه وبيجروا كمان، وبينضم ليهم عمها وسوزان كمان، وكلهم بيحاولوا يخليهم يطيروا مع التعليم، وبيكبروا مع الوقت. وبيطير ابوها بالطياره وبيجري وراه البط، لكن للاسف مش بتنجح الخطه ومش بيطيروا وراه. فبتقرر ايمي انها تطير هي بالطياره مستغله انشغال ابوها مع سوزان، ولما بيشوف تحركها بالطياره بيتخض عليها وبيخاف وبيحاول يوقفها، لكنها بتصمم وبتطير بيها، وبتكون هتخبط في سياج الحقل بتاعهم. وفعلا بتتخبط الطياره وبتقع بسبب انها ما كانتش عارفه تتوازن بيها. وبيكون فعلا البط بدا انهم يطيروا وراه، فبتحاول ايمي انها تقنعه بان هو يعمل لها طياره ليها، وهو يطير وهي تطير وراه، وبكده الطيور هتطير وراهم. وبيبداوا يظبطوا السرعه ويعملوا الطياره بعد ما بيقتنع ابوها، وبيعلمها كمان ازاي تتحكم فيها، وبتتعلم فيها بسرعه. وبعدها بتطير ايمي لوحدها وبتقدر تتحكم في الطياره، وبيطير وراها ابوها، وبتقدر الطيور يفتحوا باب المكان بتاعهم وبيطيروا وراهم، وبيكونوا كلهم فرحانين بالانجاز ده. وخصوصا ايمي اللي بتكون سماعتها مش متوصله، فبتعرف متاخر لما ابوها بيعرفها انها لازم توصل اللاسلكي. فبيجي المسؤول تاني بعد ما بينزلوا من الطيران، وبيقول لها انه جاي يسلم على ابوها، وبيسالها عن الطيارات. فبتمشيه ايمي وبتخاف على طيورها. وبيعرف عم ايمي الوقت المحدد لطيران الطيور دي وهجرتهم، وبيفضلوا اليوم ده يدربوا الطيور على الطيران. وبيكون واحد منهم مش عارف يطير بسبب انه اعرج، لكن بيصمموا وبيفضلوا معاه لحد ما بيطير، لكن مش بتشوف ايمي كويس فبتخبطه بالطياره وبيقع في الغابه. وبيدوروا عليه كتير وفعلا بيلاقوه، ولما بترجع بيه ايمي للبيت بتلاقي ان كل الطيور بتاعتها اتاخدت من القفص بتاعها. فبيعرفوا مكانها وبيعملوا خطه، وبيعرفوا ان المسؤول هو السبب ورا اختطافهم. فبيبدا عمها يتكلم مع المسؤول اللي صادرهم علشان يشتت تنبيهه، وبيروح صاحب عمها علشان يفتح على الطيور. وفعلا بيخرجوا، وبتكون ايمي وابوها طايرين بالطيارات وبتطير وراهم الطيور. وبيكون المشوار للموطن بتاعهم كبير جدا، ولحسن حظهم بيلاقوا عند الغروب مهبط للطيارات، فبيقرروا ان هم ينزلوا فيه بدل ما يقعوا في البحيره. لكن للاسف بيشوفهم المسؤولين عن البحيره وعن الحراسه، وبيحسبوا انهم دخلاء وبيهددوا الامن. ولما بينزلوا المهبط الطيارات بيقبضوا عليهم، لكن لما بيعرفوا اللي عملوه بيكونوا فخورين بيهم، وبيعملوا لقاء صحفي معاهم كمان. ولما بيكملوا رحلتهم بيضلوا الطيور طريقهم، وبيمشوا ورا طيور كتير مهاجره، وبيتضرب نار على سرب من الطيور. فبتحاول ايمي انها تكون قدامهم علشان تجذبهم، وبتنزل على حقل قريب منها، وبتشوفهم ست هناك وبتعرفهم من الصحافه والاعلام. فبتاخدهم معاهم البيت، وبيكملوا تاني يوم رحلتهم علشان ينقلوا السرب كله. لكن بتقوم رياح شديده جدا في الجو، ولدرجه انهم بيدخلوا بين المباني وبيكون في صحافه واعلام، فبينقلوا كل اللي بيحصل في الرحله، وبيقدروا يطلعوا من المباني والرياح بتهدى. لكن بتختل طياره ابو ايمي وبيقع، فبتنزل ايمي للحقل علشان تشوفه وتساعده. فبيقول لها انها تقدر توصلهم لوحدها، وانها عندها عزيمه وقويه، وبيشجعها جدا، وبتسمع كلامه وبتتشجع، وبتروح مع الطيور بتاعتها للطيران. وبتحصل احتجاجات بسبب اللي عملته الدوله في الحقول، وبتقدر ايمي توصل الطيور بسلام، وبيرجع ابوها للمكان، وبيكون الكل فرحان بيها. وبيتراجعوا المسؤولين عن ازاله الحقول والاراضي، وبيقدروا الطيور يعيشوا في البيئه المخصصه ليهم بامان.
وعبرة فيلم النهارده ان طول ما انت بتحقق احلام اولادك وبتشجعهم وواقف في ظهرهم هتلاقي منهم خير وحاجه تفيدهم وتفيد المجتمع والناس. النقد بيهدم والتحطيم بيدمر نفسيه اولادك، وكالعاده خليكم سند لاطفالكم وكونوا انتوا الحمى ليهم من اي حد غريب ممكن يستغلهم استغلال سيء. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم اجدد الملخصات الحصريه من قناه افتكاسة الحدوته. وكمان ما تنسوش تعملوا فولو لصفحه ملخصاتيه الحدوته علشان توصل لكم اجدد الملخصات بصوتي وبصوت كل الملخصاتيه. كان معاكم العبد لله احمد فاروق، اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.